السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وسعادة. يلا بينا ان شاء الله كده نعمل مع بعض اجمل شاورمة فراخ بتتبيلة جميلة جدا وسهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت، والاولاد كلهم بيحبوها. يعني بدل بقى ما يشتروها من بره كده، تبقى حاجة بقى في البيت ايه بايدك النظيفة الجميلة ديت. الاول بقى مرة يشوف القناة قبل ما نبدأ الفيديو يخش يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايكات. ويلا بينا نسمي الله ونخش نشوف المكونات والطريقة. جبت بقى انا ايه نص كيلو فراخ صدور، يعني صدور الفراخ. غسلتها طبعا غسلة حلوة قوي كده بالليمون بقى والملح كده، وخليتها ايه ريحتها نظيفة وجميلة. وبعد كده ايه شطفتها تاني وقطعتها كده يعني شرايح رفيعة جدا على قد ما تقدري. ليه؟ عشان لما تعمليها بقى في الشاورما كده تبقى مستوية معاكي، مش حتت كده ايه تخينة. خلاص على كده هنتبلهم بقى مع بعض. حطيت معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، ونص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة قرفة، وربع معلقة جنزبيل، ومعلقة السبع بهارات، معلقة بابريكا مدخنة دي بتبقى طعمها جميل قوي قوي دي، ومعلقة زعتر طبعا زي ما احنا متعودين كده مع بعض بنفركها على ايدينا عشان ايه تطلع الريحة بتاعتها كده الجميلة، وبتدي في نفس الوقت طعم حكاية قوي. وبعد كده ايه حطيت معلقتين برضو زبادي كبيرة، وعصير ليمونة، عصير ليمونة واحدة بس. وحطيت كمان اخر حاجة ايه معلقتين خل كبيرة. يعني الحاجات دي كلها بتساعد على انها ايه الفراخ كده تدبل ويبقى ايه طعمها حلو وتستوي بسرعة. يعني ايه يعني بتخليها كده يعني الطعم حلو وهي طرية في نفس الوقت وايه ومش ناشفة. انا راعيكم بقى كلهم كده مع بعض بس من غير ما تهريهم، يعني ايه تقلبي المكونات دي كلها مع بعض عشان كلها تشرب مع بعضها. خلاص على كده هنسيبها بقى في التلاجة لمدة بقى ساعتين 3 زي ما انت عايزة، وكل ما تسيبيها في الوقت اكتر بتشرب وبتبقى ايه حلوة قوي لما بتيجي ايه تعمليها. لو عايزة كمان تعمليها من بالليل حلوة قوي. هنجيب طاسة بقى ونحط فيها معلقتين 3 زيت، وايه وحبهانة ومستكة وورقة لورا وعود قرنفل. لما تسخن بقى خالص الزيت كده مع التوابل دي اللي انا حطيتها، يعني لازم يسخنوا، خلي الطاسه كده سخنه. ننزل بقى بايه بالفراخ اللي احنا ايه تبلناها دي وسيبناها لمده ايه 3 4 ساعات. يا دوب بس هتوزعيهم من بعضهم كده تفرقيهم وما تقلبهمش لحد ما تديكي لون. يعني ايه مش هنقلب فيهم خالص. ليه بقى؟ عشان إيه يعني تبقى ماسكه بعضها كده وما تتهريش، وفي نفس الوقت برضو تاخد اللون الجميل، ولما تشرب التوابل بتاعتها تبقى جوسي كده وحلوة. خلاص كده انا وزعتها هي بس من بعضها وسبتها ايه لحد ما خدت اللون. جبت بقى البصل. كنت مقطعة بقى بصلاية كبيرة برضو طرنشات رفيعة خالص، نزلت بقى بيهم عليها وزي ما انتم شايفين كده، بس يا دوبك قلبتها تقليبة بس صغيرة البصل بس عشان يخش ايه البصل جواها، ما خدش مني ثانية. وفي نفس الوقت برضو ايه ما يعني مش بقلب فيها كتير. بعد كده بقى رحت نازله عليها بايه بقى بفلفل الالوان الاصفر والاخضر والاحمر برضو متقطع طرنشات رفيعه. حطيت بقى بصي يعني حطي ايه الكميه اللي انت عايزاها. انا جايبه نص كيلو طبعا حطيت الحاجه اللي على قدها، لو انت هتكتري زودي، لو انت عايزه تقللي برضو ايه براحتك. قلبيهم بقى تقلبتين كده بحيث برضو ان الخضار دوت اللي هو الفلفل ما يتبلش ولونه يروح، لا ده يا دوبك بس ايه يعني يتقلب معاها تقلبتين 3 عشان تحسي بالطعم الجميل دوت بتاع الفلفل كده، وهو بيدي قرشة كده صغيرة بيبقى طعمه حكاية. خلاص على كده قلبناها اهي وزي ما انتوا شايفينها شربت خلاص كده المية قصدي التوابل بتاعتها. وزعنا بقى ايه في النص كده مكان جبنا ورقة فويل وكنا مولعين بقى فحماية حلوة كده كبيرة. حطيناها على ورقة فويل وبمعلقة بقى زيت انزلي بيها عليها على الفحمية هتلاقيها على طول ايه بقت ريحتها كده ايه كباب. غطيها بقى بورق فويل او باي غطا عندك وسيبيها بقى على جنب. قلنا بقى نعمل مع بعض ايه بقى سلطة زبادي بالطحينة. علبة زبادي كبيرة ومعلقة طحينة واحدة بس، يعني علبة الزبادي الكبيرة عليها معلقة طحينة بس، ومعلقة توم صغيرة مفروم، ونص عصير نص ليمونة،
ومعلقة كبيرة خل، نص معلقة فلفل أسمر، ومعلقة ملح، ونص معلقة كمون. هنقلب المكونات بقى دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، عشان ايه كلها تتجانس كده مع بعضها. يعني دي طعمها كمان حكاية خطيرة قوي. لو انت عايزة برضو تعملي اي حاجة غير سلطة الزبادي، بس هي سلطة الزبادي برضو حلوة وايه وخفيفة كده. جبنا بقى العيش التورتيلا، لو انت بقى عايزة تعملي بعيش سوري او عيش لبناني او عيش الصاج براحتك. جبنا بقى التورتيلا كده، ورحنا حاطين فيها معلقة بقى من سلطة الزبادي دي اللي بالطحينة، وفرشنا بقى فيها كده معلقتين كده من الشاورما. بعد كده بقى ايه هتلفيها رول، تلف كده وتاخدي الجنبين كده وتلفي بقى كلها كده الرول على طول. وتكون انت بقى عامله ايه محضره بقى ال يا جريل يا طاسه اللي هي هتاخد طول الشاورما بتاع دي العيش بالشاورما. برضو ما تقلب وتكوني دهنها بقى ايه معلقتين زيت، برضو ما تقلبوش الا لما ياخد ايه الوش المحمر من تحت كده. قلبيه على الوش التاني، وزي ما انت عايزاه بقى سويه بقى، عايزه تحمصيه خالص، عايزه كده يبقى السوا بتاعه كده برضو حلو جميل قوي. هاتي بقى الطبق وحطي بقى فيه اي خضره عندك، بتاع دوت بقدونس، كزبره، شبت، يعني اي حاجه خضره كده من تحت كده عليه ورصيها. حطي بقى عليه جنبيه بقيه سلطه الزبادي اللي بقت من ايه من الحشو. انا بصراحه عملت بس يا دوبك الاربع رغيفه، وفضلت كمان كميه من الشاورما تعمل كمان رغيفين تاني. وحطينا بقى جنبيه حبه بقى المخلل اللي احنا كنا عاملينه برضو مع بعض، اللي هو الزيتون والليمون والقرنبيط، ويعني الحاجات اللي احنا خليناها مع بعض والخيار. أكلة بقى جميلة جدا وهتعجبك قوي 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 قوي. واللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وتقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات يا حبايبي، وما تنسوش اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.